السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. الوداد المغربي يا جماعة مرعوب مرعوب من الاهلي. فوزي لقجع مقيم معاهم في المعسكر، كلهم عارفين ان الاهلي اقوى منهم 100 مرة، ولولا الحكم الليبي المرتشي القذر هم فاهمين كويس قوي ان في ضربة جزاء وان في طرد وان الاهلي كان ممكن يجيب جون واثنين وثلاثة فوق الجونين اللي هو جابهم. ونتمنى بمشيئة الرحمن الثقة اللي شايفينها في لاعبتنا وفي المدرب وفي البعثة كلها تترجم بكرة بمشيئة الرحمن بحصول الاهلي على البطولة ال11. في الاول اوعى تكون نسيت تعمل لايك، انا محتاج دعمكم يا جماعة. الاستاذ بيومي فؤاد بقى الفنان الاهلاوي الجميل بطريقه كوميديه. استاذ بيومي طلع امبارح وعمل مداخله وقال لك انا مطمن طول ما انا بسمع التعليقات بتاعت شوقي بتاع الجاموسه واشوف مشجع جاي من المانيا عشان يشجع الوداد ان الزمالك ده عمره ما هيحصل على بطوله، لان هو عايش في المظلوميه طول عمره. طبعا قالها بقى بطريقته الجميله وطريقته الكوميديه اللي بتفطسنا من الضحك، زي ما قبل كده اتريق على خالد الغندور لما قعد يقول لك خلاص كده كفايه بطولات، كده اتعشى، كده تمام، وموتنا عليه من الضحك والتريقه على خالد الغندور. نيجي بقى لرئيس نادي الزمالك المعزول، طلع امبارح مسك هشام اسماعيل بهدله، اللي كان طالع بيقول لك المفروض يعني تخلوها سنتين كده زروطه وتدوا الفريق اللي انتوا عايزينه وسنتين تمشوها بالعدل بقى عشان الزمالك ياخد البطوله. طلع رئيس الزمالك امبارح قال له بقى انت تقول ربنا يخلصنا من الاهلي ويخلصنا من مرتضى منصور، انا مش هعديها لك على خير، انت ليلتك سودا. كلهم تحت النفخ، مفيش حد معتوق من النفخ. اخر حاجه يا جماعه عشان تتضم الموضوع القرن وقضيه القرن، بيقول لك رئيس نادي الزمالك للجمهور اللي بيساله على شيكابالا بعد ما شيكابالا طلع جنبه وقال له انا عايز حق يا ريس المره دي، قال له لو ما جبتلكش حقك انا هقدم استقالتي من نادي الزمالك. طلع امبارح يقول لهم اللي عمالين يسالونا على موضوع شيكابالا وشكوى شيكابالا وبتاع، هو احنا فاضيين يا جماعه؟ احنا فاضيين للكلام ده؟ احنا مش فاضيين، احنا يا جدعان تعبانين. الواحد بيقوم من النوم تعبان بينام تاني. وكل الشكاوي اللي قالوا عليها نادي الزمالك مفيش حاجه هتتعمل، مفيش حاجه هيحصل فيها اي حاجه، كل الشكاوي دي في شنك. الغريبه ان كل مره يلعبوا بجمهورهم اللعبه دي ويجيبوه على حجرهم وبعد كده ما يعملوش حاجه والجمهور برضو يصدق تاني. بيفكروني بالنكته اللي بيقول له تراهن روح اضرب الواد على قفاه لرابع مره، لا ده بيضربوا على قفاهم ل100 مره ومع ذلك بيصدقوهم. واذا كنت معايا لحد دلوقتي يبقى اكيد عملت لي لايك واشتركت في القناه عشان تشوف كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.